حاولت اهرب منها لكن شالتني بقوة البني ادمين السحرية ورمتني زي العروسة. حاولت اهرب منها لكن شالتني بقوة البني ادمين السحرية ورمتني زي العروسة. برافو. اختاروا يا جماعه كرتون كده عشوائي، سيف هات كده عشان هنستعبط. اختاروا يا جماعه كرتون، اي كرتون كده في دماغكم. شغل لهم شركه المرعبين. ماشي يا عم. ماشي يا عم، اللي يعرفوا يرفع ايده. حلو. الجمله اللي هتشتغل مش هتخرج بره 3 مستويات الافعال اللي احنا قلناها، الفعل المضارع والفعل الماضي والفعل الماضي جدا. هل ماضي جدا معناه ان ده حصل زمان قوي مثلا ده؟ لا. بسافر، سافرت، كنت سافرت. الماضي جدا ده عباره عن نفس الفعل الماضي بتاعي بالعربي عادي بس احط قبله كنت. تفتكروا يا جماعه كلمه كنت دي ممكن احطها قبل الفعل اخليها ايه؟ قولي كده. had. برافو عليك. يبقى انا عندي دلوقتي eat، ate، had، eaten. فهنشغل الجمله بالانجلش ونحاول نتوقع هم بيقولوا ايه. يلا. I wasn't scared. I have allergies. مرة تانية. I wasn't scared. I have allergies. ما خفتش، عندي حساسية. ما كنتش خايف، عندي حساسية. يبقى I wasn't scared. I have allergies. هنا انهي نوع من الافعال من الثلاثة؟ المضارع العادي صح؟ نخش في اللي بعده. Did the whole family see it? It's your mom. What can I say? The camera loves me. انت بتقسمها جملة جملة. Did the whole family see it? It's your mom. What can I say? The camera loves me. حد يعرف من هنا اتقالت بالمصري ازاي؟ كل العيلة شافوه، دي مامتك. بعد كده اقول ايه؟ موهوب بالفطرة. كل العيلة شافوه؟ دي مامتك. هقول لك ايه؟ موهوب بالفطرة. تمام، جميل جدا. انهي استخدام يا جماعة؟ المضارع بالظبط. I tried to run from it, but it picked me up with its mind powers and shook me like a doll. اتقالت ازاي بالمصري؟ يا جماعة ما تهزروش، ده الميم ده اتشهر قوي الفترة اللي فاتت. حاولت اهرب منها بس هي مسكتني بقوتها الخارقة ورمتني زي العروسة. قريب، برافو جامد. هنسقف هنا، هنسقف. بس لو حد قالها احسن منها عشان هي ما قالتهاش بالظبط هياخد البوينت منها. حاولت اهرب منها لكن شالتني بقوة البني ادمين السحرية ورمتني زي العروسة. حاولت اهرب منها لكن شالتني بقوة البني ادمين السحرية ورمتني زي العروسة. برافو. يعني استخدام الافعال يا جماعه ماضي. ركزوا يا جماعه، هنشغل بالانجلش. ها. Right. There. See? The door. You left it wide open. مرة تانية. Right. There. See? The door. You left it wide open. فين اهو سبت الباب مفتوح. فين اهو شفت الباب، سبت الباب مفتوح. اوه جامد. جامد جدا. كده انت معاك هنا البوينت. اوكي، هنا انهي استخدام من الافعال بسرعه؟ الماضي. Are they? You know, I hadn't even noticed. دي اصعب واحده، اللي هيجيبها ياخد 2 بوينت. I hadn't even noticed. ايوه، حد من التيم عرفها الحمد لله، معانا التيم الصح. هو قال I hadn't even noticed. I hadn't even noticed. I hadn't even noticed. سقف هنا يا شباب. طبعا ليها 2 بوينتس لان الليسننج كان صعب. انهي فعل من الثلاثه؟ الماضي جدا، صح؟ ده سؤال لمحب الجرامر. ايه الفرق يا شباب لو انا جيت قلت I didn't even notice و I hadn't even noticed؟ الفرق ما بينهم بالذات هو الفرق ما بين الماضي والماضي جدا. لما اجي اقول بالعربي انا ما خدتش بالي او انا ما كنتش خدت بالي. والله حرفيا انا ما خدتش بالي او انا ما كنتش خدت بالي. ايه الفرق بالمصري؟ انسى الانجليزي بقى. انا ما خدتش بالي، ما كنتش خدت بالي. عايز كده مشاركات كده بالحب يعني. يعني هي واحدة أنا أصلا مش مهتم إن أنا آخد بالي، يعني فأنا يعني ما خدتش بالي عشان أنا مش مهتم. أما التانية يعني أنا فعلا ما خدتش بالي، يعني فاتت من عليا غصب عني. برافو جامد بالظبط. أنا ما خدتش بالي دي اللي هي I didn't even notice. طب I hadn't even noticed، لا أنا ما كنتش خدت بالي. أنسى أقول إن أنا مش مهتم زي ما أنت قلته بالظبط. برافو. جملة مش مشهورة بالمصري. حقيقي تصدق ولا بصيت عليهم. هو ما كانش خدت بالي بس وصل المعنى اللي أنتوا عايزين توصلوه اللي هو إيه؟ مش مهتم يعني. لانه لو تفتكروا هنا كان مع شلبي ايه عامل اداء قوي يعني. تصدق ولا بصيت عليهم. ولا بصيت عليهم. ده جمال الجرامر بقى، فاهمين؟ بيوصل المعنى اللي جواك. الفكره مش ان انا عايز اعبر بالماضي بوز ووير او ديد او لا، الفكره بالفروقات البسيطه بعرف اغير المعنى اللي انا عايز اوصله للي قدامي. فاهمين الفكره؟ كل سنه وانتم طيبين. واحنا طبعا داخلين على رمضان، حاولنا بس نفهمكم ان الانجليش يا جماعه بالهزار ممكن يتفهم عادي، وده بالظبط اللي احنا اعتمدنا عليه من اول يوم في شغلنا في البيج او في الكورسات او في ايا كان. بنوصل لك المعلومه عن طريق تحديات. انا ما اعتقدش ان حد ناقص بوينت او جاب 2 بوينت او جاب بوينت عمره هينسى اللي زوده في النقط او اللي قلله في النقط. ده حاجه مستحيله. اختار لنا 2 يا تسنيم كده يكسبوا معانا الدوري الرمضاني. اسماء ونادين هنسقف لهم. نفس طريقه التحديات دي لو خدتوا بالكم احنا قسمنا ده بيتحدى ده فاحنا بنعمل حاجه اسمها الدوري الرمضاني كل سنه في رمضان، وبتتعلم انجليش عن طريق الحاجات دي بالظبط. دايما بتتحاسب بالبوينتات وفي الاخر بنشوف مين الفريق اللي كسب معانا. فاتمنى تتعلموا كل حاجه في حياتكم كده. وبس كده يا شباب، وشكرا يا اسطى.